هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله لتعليم الأمة، ليس لتعليم أناس محددين، وهذا العلم علم لجميع الأمة، رجالها ونسائها، علم لجميع الأمة، للغني والفقير، للحاكم والمحكوم، للراعي والرعية. هذا العلم الذي يجب على الناس أن يتعلموا، فإنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل وذكر وعن علمه ماذا عمل به. كم من إنسان العلم بين يديه وهو يعلم، لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة أو من أحكام الصيام أو في بعض المسائل المهمة التي تهمه. العلم الضروري الذي يحتاج إليه في عبادته لم يتعلم، وإذا به إذا بدأ بالدرس يخرج مباشرة من المسجد وكأنه يقول لا أريد أن أتعلم. فهذا العلم أيها المسلم أنت مسؤول عنه أمام الله، تعلم. فلربما آية تسمعها ينفعك الله بها، تسمع حديثا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. وكم من الصحابة ممن انتفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع حديث واحد نفعه الله سبحانه وتعالى به وهداه، كما جاء في حديث والد عمران بن حصين رضي الله عنه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجاهلية مشرك، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الخروج من عنده قال علمني دعاء أقوله. قال قل اللهم قني شر نفسي واعزمني على رشد أمري. اللهم قني شر نفسي، قني شرور هذه النفس، واعزم لي على رشد أمري، اهدني ووفقني لما تحبه. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد حين وقد أسلم، فقال يا رسول الله إني كنت قد جئتك وأنا على غير إسلام، فقلت علمني دعاء أقوله، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، وهذا قد أسلمت فماذا أقول؟ قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. فنفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، وهداه الله سبحانه وتعالى إلى دين الإسلام بعد أن كان على الشرك والضلال والكفر. علمني دعاء، قال قل اللهم أي يا الله. وتجد أن كثيرا من الأحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها اللهم، ففيها دعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه باسمه الأعظم، اسم الله الأعظم الله الذي ترجع إليه جميع الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم العظيم، اسم الله لفظ الجلالة الله. هل تعلم له سميا؟ الله سبحانه وتعالى معنى هذا الاسم أي مألوه المعبود الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. اللهم أي يا الله إني أعوذ بك، ألتجئ وأعتصم وأحتمي بك
من شر سمعه. شر هذا السمع أن يسمع الشرور، أن يسمع المحرم، أن يسمع الموسيقى والأغاني والمنكرات، أن يسمع الغيبة والنميمة، أن يسمع بسمعه كل محرم يعود بالله سبحانه وتعالى من شر هذا السمع، من شر هذا السمع. ويشمل ذلك أيضا أن لا يسخر هذا السمع في الخير، أن يكون معرضا عن سماع الخير، معرض عن سماع الخير، لا يريد أن يسمع. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآيات في أولئك الغافلين، في أولئك الغافلين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لم ينتفعوا بسمعه، لم ينتفعوا بذلك السمع، مع أن لهم سمعا لكنهم لم ينتفعوا به، لم ينتفعوا به. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآياتنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فمن شر السمع أن يسمع بهذا السمع الشر والمحرم، ومن شر هذا السمع أن لا يسخر في الخير، أن يعرض عن سماع الخير. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري، من شر بصري. وشرور البصر أن